السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي في الصف الرابع الأساسي، اليوم في مادة الرياضيات عنوان درسنا مقارنة الكسور. في هذا الدرس سيكون كل طالب فيكم قادر على أن يقارن ما بين كسرين متجانسين، وكذلك يقارن ما بين كسرين غير متجانسين. إذا عنوان درسنا لليوم هو مقارنة الكسور. المقارنة للكسور. احنا المقارنة مفهوم مر علينا من قبل، انه انا بيكون عندي عددين. لما قارنا بين الاعداد ضمن الملايين كان يكون عندي عددين، انا كنت قادر اميز مين هو الاكبر ومين هو الاصغر واذا كان بينهم اشارة يساوي. بس احنا بدرسنا اليوم المقارنة راح تكون بس للكسور، لانه هو عنوان درسنا يحكي عن مقارنة الكسور. فالمقارنة هي بتختصر على الكسور فقط. والآن هيا نراجع مفهوم الكسر. حكينا دائما الواحد الصحيح إذا تم تقسيمه إلى أجزاء أي تكسيره كل جزء يسمى كسر. فالشكل اللي أمامنا اتقسم لأجزاء، كل جزء أنا بحكي عنه اسمه كسر. دايما الكسر بتكون من بسط بيكون بالأعلى، مقام بيكون بالأسفل، وما بفصل ما بين البسط والمقام يسمى خط الكسر. فأنا قادر إني أنا أمثل أي شكل قدامي تم تقسيمه إلى أجزاء، قادر إني أنا أعبر عن الأجزاء المظللة فيه بالكسور. فالبسط بتكون من عدد الأجزاء المظللة، المقام بتكون من جميع الأجزاء اللي تقسم إلها الشكل وبنعبر عنه في كسر. بنلاحظ الشكل اللي أمامنا، البسط بيساوي عدد الأجزاء المظللة أي 5، بفصل ما بينهم خط الكسر. المقام بيساوي جميع الأجزاء اللي تكون منها الشكل، الأجزاء اللي تكون منها الشكل 9 أجزاء، فأصبح عندي كسر يسمى 5 أجزاء. الكسر هاد إذا أجا كمان كسر جنبه وإحنا بدنا نقارن مين فيهم أكبر. بدنا نتعلم اليوم كيف أنا أقدر أقارن ما بين كسرين. حتى أنا أقارن ما بين كسرين بدي أرتب معلوماتي. دايما حكينا في عنا كسور متجانسة وفي كسور غير متجانسة. الكسور المتجانسة هي اللي بتتساوى في المقامات، أي كسرين بتكون مقاماتهم متساوية بنسميهم كسرين متجانسين. لما أطلب منكم تعطوني مثال على كسور متجانسة، أنا بعطيكم أول مثال كسرين متجانسين 2 و3 أخماس. دائما الكسور إذا تساوت في مقاماتها بتكون متجانسة. يعني إذا الواحد الصحيح تم تقسيمه ل5 أجزاء، قد ما أخذ من أجزائه بنسميه كسور متجانسة، سواء أخذت 5 أخذت 3 أخماس أخذت 4 أخماس أخذت 5 أخماس. طول ما أنا أخذت من الواحد الصحيح اللي تم تقسيمه ل5 أجزاء كسور، بحكي لي إنه هدول كسور متجانسة. إذا تم تقسيم الواحد الصحيح ل6 أجزاء وأخذنا منه على لوحة الكسور، أنا أخذت من هاي ال6 أجزاء، مثلا أخذت جزئين من 6 سدسين، أخذت 3 أجزاء من 6 3 أسداس، لأنهم هم موجودين مع بعض نفس الشكل اللي تم تقسيمه ل6 أجزاء، معناته بتكون مقاماتها متساوية وبتسمى كسور متجانسة. فدائما الكسور اللي بتتساوى في مقاماتها تسمى كسور متجانسة. الكسور المتجانسة هي التي تتساوى بالمقامات، أي يكون لها المقام نفسه، مثال 5 و4 أخماس. الكسور الغير متجانسة هي عكسها، راح تكون ما هي متجانسة تساوت في مقاماتها، إذا غير متجانسة أكيد مش راح تتساوى بالمقامات، أي إنها بتكون مقاماتها مختلفة. 5 و4 أجزاء بنلاحظ إنه مقامات مختلفة، إذا الكسور غير متجانسة. فأنا بحكي إنه يمكن تحويل الكسور الغير متجانسة لكسور متجانسة باستخدام الكسور المتكافئة. يعني أنا بقدر أحول أي كسرين غير متجانسين إلى كسرين متجانسين باستخدام الكسور المتكافئة، أي بالضرب أو القسمة اللي تحدثنا عنه في الدرس السابق. والآن هيا ننتقل إلى مقارنة الكسور المتجانسة بالبداية، ثم ننتقل إلى مقارنة الكسور الغير متجانسة. للمقارنة ما بين كسرين لهما نفس المقامات أي كسرين متجانسين، بدنا نلاحظ الأشكال اللي أمامنا. الشكل الأول واحد صحيح تم تقسيمه ل8 أجزاء، تم تضليل 4 أجزاء، أي الكسر اللي بعبر عن الشكل الأول 4 أثمان. الشكل الثاني تم تقسيمه ل8 أجزاء، أخذنا منه 6 أجزاء مظللات 6 أثمان.
ألاحظ إنه الكسرين اللي أمامي متجانسين، بس أنا لما بنظر للشكلين مين اللي أكبر مساحته، الأربع أثمان ولا الست أثمان؟ بلاحظ إنه الست أثمان أكبر. معناها أنا لازم أستنتج قاعدة بتحكي إنه إذا كان البسط أكبر بيكون جميع الكسر أكبر بالكسور المتجانسة. إحنا لاحظنا إنه الست أثمان أكبر من الربع، أكبر من الأربعة أثمان، إذا بنلاحظ في البداية إنهم كسرين متجانسين. إذا لاحظنا إنه الأربعة أثمان والست أثمان هم كسرين متجانسين، بس أنا من النظر إلهم لاحظت إنه الست أثمان أكبر. طيب هم كسرين متجانسين تساوت في مقاماتهم، معناها أنا بلاحظ إنه إذا كان بسطه أكبر الكسر بحكم على جميع الكسر إنه يكون أكبر بالكسور المتجانسة. إذا أنا بقدر أتوصل لقاعدة وأعممها إنه عند المقارنة ما بين كسرين متجانسين أي مقاماتهم متساوية وبسطهم مختلف بيكون الكسر اللي بسطه أكبر هو الكسر الأكبر. إذا أنا استنتجت قاعدة إنه عند المقارنة ما بين كسرين متجانسين متساويين بالمقام الكسر اللي بسطه أكبر بيكون هو اللي أكبر. فبنلاحظ إنه الست أثمان أكبر من الأربعة أثمان. والآن ننتقل للمقارنة ما بين كسرين إلهم نفس البسط. بدنا نلاحظ بالكسرين اللي بتساوى البسط ما هي القاعدة اللي أنا بقدر أعممها. في البداية بالشكل الأول بنلاحظ إنه المضلل 1/4، إذا الكسر ربع. الشكل الثاني المضلل 1/6، إذا الكسر سدس. أنا لما أنظر للكسرين اللي أمامي بلاحظ إنهم الكسرين متساويان بالبسط، إلهم نفس البسط بس المقام مختلف. أنا لاحظت لما الكسرين تساووا بالبسط والمقام اختلف إنه السدس إجت أصغر من الربع، الربع ماخد مساحة أكبر. إذا أنا بلاحظ إنه إذا تساوى البسط لما يكون المقام أكبر بيكون الكسر أصغر، كل ما كبر المقام كل ما صغر الكسر. إذا لاحظنا إنه الكسر ربع أكبر من الكسر سدس، لما نلاحظ إنهم متساويان بالبسط. إذا أنا قادر أستنتج قاعدة إنه إذا تساوى البسط بالكسرين المقام اللي أكبر بيكون هو كسره أصغر. وبستنتج قاعدة بحكي عند المقارنة ما بين كسرين بسطاهما متساوي ومقاماتهم مختلفة الكسر اللي مقامه أصغر بيكون هو اللي أكبر. إذا هون بنلاحظ إنه عنا الكسر ربع وعنا الكسر سدس. نلاحظ إنه البسط تساوى المقام بالكسر سدس أكبر، إذا السدس راح تكون أصغر من الربع. إذا أنا استنتجت قاعدتين. القاعدة الأولى عندما يتساوى المقام، إذا تساوى المقام بيكونوا الكسرين متجانسين، البسط اللي أكبر بحكم على كسره يكون أكبر. إذا تساوى كسرين بالمقام كل ما كان المقام أكبر كل ما كان الكسر هو اللي أصغر. فإذا الربع أكبر من السدس، وأنا اللي لاحظت هذه القاعدة. والآن ننتقل إلى المقارنة ما بين كسرين مختلفين بالبسط والمقام. إذا اختلفوا الكسرين وكانت مقاماتهم غير متساوية هنا بننتقل لمفهوم الكسور الغير متجانسة. بالبداية حكينا إنه إحنا كيف نقارن بين كسرين متجانسين، الآن إحنا بدنا نحكي كيف بدنا نقارن بين كسرين غير متجانسين. بنقارن ما بين الكسرين ربع وأربعة أثمان. الربع والأربعة أثمان غير متساويات لا بالبسط ولا بالمقام، هم كسرين غير متجانسين. بس أنا بقدر أخلي المقامات متجانسة، بقدر أخلي الكسور متجانسة إني أنا أوحد المقامات. دائما توحيد المقامات بسأل الأربعة كيف بقدر أخليها توصل ل8؟ الصغير بقدر أخليه يصير قد الكبير، فمين هو المقام الصغير؟ المقام الكسر ربع الأربعة، نقدر نخليها تصير 8. نعم، كيف؟ بضربها ب2. إذا الربع إذا ضربتها ب2 أنا حصلت على كسر مكافئ لإلها اللي هي بيساويها، اللي هي بيصبح يساوي 8. الربع أصبحت 8، وأنا بعرف إنه الكسر المكافئ هو مساوي. إذا الربع هي نفسها 8 ولكن أصبحت مقامها 8 متجانسة مع الأربع أثمان. فبقارن 8 وأربعة أثمان بلاحظ إنها تحولت لكسور متجانسة متساوية في المقام. وأنا بعرف إنه في قاعدة بتحكي إذا تساوت المقامات البسط اللي أكبر بيكون هو أكبر، إذا الأربعة أثمان أكبر من ال8.